ممكن اوجه المضاد شوي لك. شو توجه؟ المضاد. يعني قصدك المضاد لكلامي غير؟ المضاد احنا نسميه في دول الخليج اللي هو اسقاط الطائرات، المضاد الطيراني هذا. يعني ودي اني ارميك بكم طلقه، ابي اجابات منك. يعني تسالني؟ ايه. اي تفضل. الحين الشيخ اللي قبل يومين انا شفته تداول كثير، هذا احمد السلمان التونسي، وانت رديت عليه بالرد. نعم. وطلع كتابك. نعم. من ضمن مقتطفاتك سمعتك تقول اني انا ما اعتبر بعلم الرجال، او ما اعترف بعلم الرجال، وهذا كتابي منغول وما لي علاقه عن فلان وعن فلان وعن فلان. انا قايل وين وقف؟ وين مقطع من سلمان قلت ما اعترف بعلم الرجال؟ مو حصريا، بشكل لفظيا قلت هذا كتابي وما يوجد فيه عن فلان وعن فلان وعن فلان، انا ما لي علاقه عن فلان وفلان، ولكن هذه روايات. وين بس ما موجود. ايش قايل؟ ما قايل. والله انا مقتطفات موجوده، ناس مقطعينها ما ادري. لا قلت لك عندك فلان شلون ما اجيب عن فلان فشاد؟ مين اجيب روايه تنزل علي وحي؟ لا انت كتابك، انت اختصرت كتابك. كتابي اي كتابي. منين اجيب الروايات؟ غير الروايات بيها سند والرواة نقلوا الروايات. شلون اخذ روايه ما بيها عن فلان ناخذها؟ غير روايه بيها سند، منو اللي سمعها من الامام، منو اللي نقلها للي بعده، كيف وصلت؟ ما قايل. هذا المقطع موجود كامل بصفحتي، ما جايب سيره اصلا ما ناقشت كلام قبول الحديث ورفض الحديث، ما ناقشت به. قلت يا احمد انه كلام انت باطل، هذا كلامي الكلي. اما قلت انا ليس من المجتهدين وليس من علماء، ما مدعي هيك قلت. والله يا اخ علاء انا سامع المقطع، ولكن وين احصل الحين ماني عارف. انا عشان كذي لا انا فاهم صح كلام. شوف كلامك اللي قلته هذا انا سمعته، كلامك اللي انت قلته سمعته. لا بس بدايه في اكثر من مقطع لك. يعني توجهت ان يعني ما ادري هذا حسب فهمي او لا فهمتك. خاف اكو مقاطع اللي نحن ليس عباد السند قصدك، يعني ما اخذ روايه 100%، يعني حتى لو وردت بها سند صحيح عن فلان وهي صحيحه لا اخذ بها فاعرضها على القران، هذا اللي اقصد. يعني المتحكم عندي الاساس ليس السند، يعني اكو روايه سندها صحيح بس النص مالتها المتن مخالف للقران وللائمه، فهذا ما انظر الى انا، يعني ضروريه المتن عندي اهم من السند. وقلت لك اي ليش؟ لأن من الممكن يصير اشتباه على الرواة، من الممكن يصير اشتباه عن المحققين، انه هذا الراوي زين يطعنون به، ويمكن مو زين وهم مصححينه، فهنا السند يمكن ان يتلاعب به، فالمتحكم المتن اذا وافق القرآن واهل البيت معناته صحيح، واذا خالف القرآن واهل البيت فهو زخرف ومكذوب مبين. ممكن نقطتين على الكلام هذا علاء. تفضل. يا اخي ما في اي روايه انا قريت في بعض روايات ائمتكم ما في شيء يطابق القرآن. مثلا بعطيك مثل وجاليني بعطيك مثل. الحين عندكم الكتاب ما ادري اي امام، الظاهر الامام علي اعتقد، في توحيد الله، ان الله لا يوصف ولا يقع عليه اسم ولا معنى ولا من الكلمات هذه لو اني اعرضها بالقرآن اشوف القرآن لا يد ووجه وجنب شلون. لا مو مهم. شفت؟ إذا ما يوافق القرآن كلام المعصوم حسب فهمك للقرآن ما يوافق، فهمك يقول إلى وجه، لأن أخو ما ملزم بفهم. الإمام وافق كلامه لأن الإمام يفسر الوجه مو الوجه، فوافق كلام المعصوم للقرآن، لأن المشكلة فهمك أنت للآية، فلازم تريد قوانين الشيعة تكون على فهمك. ما مستحيل، قواعد أنا عندي معتمد عليها توافق القرآن أخذ بها، لازم تتبع منهاجي، وما تتبع منهاجك فهمك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أخونا أريد أنا أتنازل وياك، أريد أقول الله عنده وجه. طيب بقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أريد أنا أؤمن بالآية ليس كإيمان الشيعة، آخذ بمفهوم أهل السنة وهو معنى الوجه، ليس كما عند الشيعة. أريد أصير سني وآخذ بمعنى الوجه. تمام؟ طيب بدون ما أأول مثل الشيعة، لأن عندكم صفات الله لا تؤولون بها، بل تأخذ الآية على ظاهرها، ما راح أأول، آخذها على حقيقتها. إذن الله راح يجي بس وجه، ما عنده إيدين ورجلين. ليش؟ لأن يبقى وجه ربك على فهم السني. وين إيدين الله وين رجلين يوم القيامة؟
والله انا ماني متمعن في علم التفاسير، ولكن ليش سالتك سؤال خاص فيك ومعتقدك يوم قلت إيه. شلون ما متعمق وقاعد تسقط معتقد كامل وتقول مخالف للقرآن وانت ما متعمق؟ شلون جاي تقيم هذا التقييم مال الخطير وانت بالاخير انت ما متعمق؟ لا انا وحده طايحه لك. الله يقول يا ايها الذين امنوا، هو خطاب للمؤمنين في الدنيا لو في اي عالم في الدنيا، صح؟ نعم صحيح. الله قاعد يطالبني بشيء، يقول يا ايها الذين امنوا. راح ناخذ الايه على ظاهرها حسب نظره السنه، فهم السنه. بعد انا قلت لك صار السنه ياخذ فهمكم، بس ايضا جواب لي هذا الفهم مبرر. الله يقول طيب. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله. اذا انا خطاب الي في الدنيا اريد اخالف الله واذا اقدم بين يدي الله، وين هي ايد الله؟ يعني قاعد يخاطبني وانتم بتاخذوا الايه على ظاهرها. اذا تعطي غير تفسير للايد معناته صار شيعي، فلازم تاخذ الايه بمعنى ايد كما عند السنه، وانا صرت سني. فالله يقول لا تقدموا بين يدي الله، الخطاب الي انا اذا خالف الايه واذا اقدم بين يدي الله، وين القى ايد الله؟ والله ما ادري صراحه. كان مو عنده ايد؟ هاي الايد واضحه، يلا الله عنده ايد، امنا بالله. وين هي؟ وين الايد مالتي؟ اروح اقدم انا. ما ادري، غادي ان يكون هذه الايد مختص فيها النبي بس، او الانبياء او الرسل هم اعلم بالايد هذه اين توجد او اين توضع. إذا لا جاي خاطب للمؤمنين، يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول. اذا على مود اخرج من هذا الاشكال لازم اول الايد لو لا؟ نعم صحيح. لا، على مود تخرج من هذا الاشكال. اذا ما اولت باع الملحدين اغبياء. شايف لو انا ملحد شو اسوي؟ شايف شو اسوي؟ ايوه. على فهم السنه القران العب بيه لعب، والحسين العب بيه لعب على فهم السني. اقول له تعال سني انا ملحد يلا. تعرف انت القران اذا على فهم السني وقع ب1000 اشكال، من ضمنها يصير القران متناقض. ليش؟ مره يقول انا عندي ايد، مره اثنين، مره اكثر من ايدين اثنين. وين اروح؟ يا بسم الله الرحمن الرحيم. يد الله فوق ايديهم، يد الله. شايدك الثاني وين؟ وين راح الولد؟ الو راح الولد. يد الله فوق ايديهم وحده. لما خلقت بيدي اثنين، مما عملت ايدينا اكثر من ثلاثه. شو نفهمنا؟ فاعلموا تنجي من هذا الاشكال لابد ان تؤول مثل الشيعه، كل ايه تعطيها معنى، ما تاخذها ايد، لان اذا ايد تناقض، لا ندري ايد وحده، لا ايدين اثنين، لا اكثر من ثلاثه. فهنا لازم يعني تعطيها معنى.